آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. خبر عاجل: أعلن ريال مدريد عن تعرض ألفارو كاريراس لإصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى، وسيغيب اللاعب عن مواجهة مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة سبورت، لا يزال برشلونة يثق في فيران توريس رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا. وتؤكد الصحيفة أن إدارة النادي والجهاز الفني مقتنعان بقدرة اللاعب على استعادة مستواه والعودة لتقديم أداء مهم مع الفريق في الفترة المقبلة. وبحسب راديو كاتالونيا، أصبح المدافع الهولندي ناثاني آكي خارج الحسابات الأساسية للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، بينما يرى المدير الرياضي ديكو أنه قد يكون القطعة الناقصة لتعزيز خط دفاع برشلونة خلال الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة أوكي دياريو، لدى تشابي ألونسو اتفاق شفهي لتدريب ليفربول ابتداء من يونيو القادم، وقد يتم إلغاء الاتفاق في حال فوز أرني سلوت بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. كما صرح تشافي هرنانديز مدرب برشلونة السابق أن ميسي كان سيعود إلى برشلونة بعد كأس العالم، لكن لابورتا منع الصفقة وقال له إنه سيشن عليه حربا لو عاد، خوفا من فقدانه السلطة في الفريق.